عم يتحضر لبنان ليستضيف لاعبين أبطال محليين وعرب من مختلف الدول العربية للمشاركة ببطولة كأس العرب المفتوحة لجميع أساليب الفنون القتالية ب 12 13 و14 أيار بمجمع فؤاد شهاب الرياضي جونية. فشو بيقول أمين سر الاتحاد اللبناني للوشو كونغ فو ورئيس جمعية الواكو المدرب بسام نهرة قبل أيام قليلة من انطلاق هالحدث الرياضي المنتظر؟ حدث مميز، أنا بعتبره العرس الرياضة اللبنانية للفنون القتالية. لبنان موجود، واللي أثبت هالشي كثافة اللي بدها تشارك فيها الدول العربية عن جد شغلة فاجأتنا وميزت هالحدث بالدول العربية كلها. لبنان موجود، أنا بطمن الكل، تعالوا كلكم شاركوا، مين ما كان بيقدر يشارك، حيلا لاعب بيقدر يشارك، حيلا لاعب منتمي لنادي هو عم يتمرن وحده وحابب يشارك، كمان نحن عم نفتح هالمجال لهالشباب كلها يقدروا يشاركوا ببطولات دولية. نحن بنعرف الأوضاع اللي نحن فيها، ما حدا بيقدر بقى يشارك ببطولات خارجية، عم نجيبها على لبنان. وهون أنا بطلب من كل اللعيبة، من كل العالم تيجي تشجع، تدعم كل لاعب لبناني بهالظروف اللي عم نمر فيها. الفنون القتالية عم تثبت أكثر وأكثر إنه هي سفيرة لبنان بالخارج وبالداخل. هالبطولة الأولى من نوعها على أرض لبنان بتوضع الاتحاد اللبناني للوشو كونغ فو وجمعية الواكو أمام تحدي جديد على مستوى التنظيم. أيام قليلة وكل الأنظار رح تتركز على أداء اللاعبين اللي رح يستثمر كل واحد منهم طاقته ومهاراته القتالية بحد الأقصى للفوز بحزام البطولة ورفع اسم بلده بالعالي. فمين من المشتركين محترفين وهواة رح يتصدر اسمه هالبطولة؟